العسل في المغرب كيفاش كتجيك الجوده ديالو؟ وهذا التحريف ديال القران، لان في القران كاين واحد كونديسيون نيسيسير، كلي من كل الثمرات هذا اعطيني يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ولكن لا كونديسيون نيسيسير هي كلي من كل الثمرات. كاع المغاربه باغيين يعرفوا كيفاش نعرف واش العسل مغشوش ولا لا. ديما كاين الطمع، يعني كاين دخلاء على الميدان كيشدوا شي عسل مثلا ديال الربيع ولا ديال الالف كيزيدوا فيه حليب ديال الطغموس باش كيعطي ديك الحروره. مستهلك كيشجع الغشاش باش كيزيد يكبر، يعني ملي انت مستهلك بلاتي هاد النقطه اخويا خالد شكل علاش المستهلك كيعاون النحال باش يغش. فاش كيشري مع دو عسل معلف كيقول لي هذا ما عارفش بار خلي هذاك اللي كيتصيدوا ولا ما عارفينش كيقول لي هذا عسل ديال الالف كيقول بغيت دير وليدات. رجعوا لهاد الجموديه دابا واش العسل خالد اللي كيجمد حر ولا لا؟ وهذا الصين كيعاني منه العالم كامل. العسل ديالو راه كيدخل المغرب وكيدخل وراه مصنع. بالنسبه للناس تيقول لك الدغموس خصو يكون حار. ملي كتحلكو كتشم الريحه بسرعه، خاصك تعاود تشمها تلقى نفس انطونسيتي. كيفاش هاد القضيه ديال الحراره؟ واش الحراره في الفم ولا في القرجوطه؟ لا فقط، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي خربقوا في الدغموس. هو ضريبه الشهره ديالو. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، السلام عليكم. اليوم جيت باش ندير البودكاست، وهذا البودكاست اللي غندوي عليه صراحه ديما كنت نتردد باش نبدا البودكاست، ولكن دابا جات الوقيته ان شاء الله باش نبدا البودكاست. وهاد المره ماشي انا اللي غنعطيكم المعلومه، انا غنجبد معلومه من خبراء، من الناس اللي كيعيشوا في الميدان، الناس اللي كينتجوا باحثين الى غير ذلك. المهم الناس عندهم واحد التجربه كبيره في الميدان. البودكاست صراحه غيكون فكرت في السميه، بغيت ندير السميه، لقيت بزاف ديال السميات تستهلكوا وانا نفكر، قلت انا بغيت ندير كما بديت في المحتوى على مستوى المنصات الاخرين شي حاجه اللي هي بسيطه عاديه. داكشي علاش قلت اليوم غندير واحد البودكاست ونسميه بودكاست عادي، وغنكونوا عاديين، والمعلومات ما غيكونوش عاديين، والضيوف ما غيكونوش عاديين، حيت الضيوف جابوا واحد التجربه كبيره واليوم بغيت نشاركها معكم. اليوم اختاريت اول حلقه واول موضوع هو واحد الموضوع مهم، هو موضوع ديال العسل في المغرب، الانتاج ديال العسل في المغرب. كيفاش هاد الجوده ديال العسل اللي تغيرات مع مرور السنين، وبزاف ديال الخبايا اللي غنوريهم في هاد الحلقه هذه ديال البودكاست. ليديز اند جنتلمان، سيداتي وسادتي، معايا صديق ديالي خالد من المنتجين الكبار ديال العسل، واليوم غنجبد منه العصير ديال العسل. خالد مرحبا بك. الله يبارك فيك. ارتاح وكون عادي اخويا خالد. وانا اللي بغيت اليوم هو ان هذه فرصه لينا باش نستافدوا منك والمستمع والمستهلك المغربي، وحتى الناس اللي تيديروا العسل النحاله غيستافدوا منك. مرحبا. والناس اللي مقبلين على انهم يديروا البيزنس ديال النحل غيستافدوا منك. دوك اخويا خالد ارتاح معايا واعطيني المعلومه من القلب. صافي نتوكلوا على الله. مرحبا خويا خالد. بدايه ما نقولكش داكشي ديال شكون خالد، داكشي لا، هذا شوف هادشي ما عندنا ما نديرو به دابا، من بعد تعرفوا خالد. انا اليوم غنبدا لك باول سؤال. نعم. هو واحد النقطه اللي هي غنبداو نيشان اخويا خالد بالسخون نيشان. العسل في المغرب كيفاش كتجيك الجوده ديالو؟ للاسف جوده نقصت بزاف. علاش؟ كل عام كتنقص. علاش؟ كاين بزاف العوامل. العامل الاول شويه كاين واحد العامل ديال الجفاف، عنده واحد النسبه ماشي كبيره بزاف، لانه واخا الجفاف راه كيتاقلم. عندنا اصلا المغرب دوله شبه جافه، كاين عندنا مواد، عندنا لي بلونط صحراويين، عندنا متكيفين مع الجفاف. ولكن المشكل اللي كبير بزاف كنحمل المسؤوليه جوج الناس، جوج قطاع، المستهلك ومربي النحل. المستهلك كيشجع الغشاش باش كيزيد يكبر، يعني ملي انت بلاتي هاد النقطه اخويا خالد شكل علاش المستهلك كيعاون النحال باش يغش. فاش كيشري مع دو عسل معلف كيقول لي هذا ما عارفش. لا كاين اللي كيقول لي هذا عسل ديال الالف وكيشري معاه ما عارفش، هو كيقول لي بعد مرات عسل ديال الالف بار خلي هذاك اللي كيتصيدوا ولا ما عارفينش كيقول لي هذا عسل ديال الالف كيقول بغيت دير وليداتي. وبلاتي دابا جبتي هاد العلف هذه، خص المستهلك المغربي يعرف شنو هي العلف. واش النحله ما خصهاش تعلف العام كامل؟ كنهضروا عسل ديال الالف. دابا حنا النحال اللي كاين ولات لاندستري، ولات بحال واحد الصناعه. واحد كيجي كيبدا النحل كيشري 100 صندوق. شنو اول حاجه كيشري هي العلافه والصندوق. كيبدا يكب السكر كيقول لك انا بغيت الطوناج، انا خاصني بحال هذا ماشي فلاحه، خاصني بحال الصناعه، خاصني نكب كل 3 ايام 4 ايام. كاين اللي كل شهر، كاين
كاين اللي دابا كل 3 ايام عنده زريبه كبيره خدام الماكينه كدور العسل، يعني ولات عنده بحال الصناعه كيكب السكر كيجبدو. اش كيقول لي هذا العسل خارج من كرش النحله، وهذا التحريف ديال القران. لان في القران كاين واحد كونديسيون نيسيسير، هي كلي من كل الثمرات هذا اعطيني يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اهم، ولكن لا كونديسيون نيسيسير هي كلي من كل الثمرات اهم، وسرحي في الجبال يعني كونديسيون كاينه. واش كيقول الناس راه هذا العسل خارج من كرش النحله راه دواء. المشكل فين كاين؟ المشكل بان النحال المستهلك ملي كيشري مع داك ديال 1000 كيشجع هذاك النحال ما يبقاش ينتج الحر، تولي ساهله. اش غيحمق راسو يقول لك انا نمشي ننتج كيلو ديال الدغموس، كيلو ديال الزعتر، كيلو ديال الخروب، ونجي نقول واحد يقول لي 400 درهم ولا 500 درهم يقول لي لا غالي، بلاتي وانتج انا ديال 50 متفق درهم معاك، و60 درهم ونبيع. شوف كلامك معقول، ولكن أنا غنعطيك واحد. نكمل اسمح سير لي على، اسمعني سير نكمل. على. يعني قلت لك ملي كيشجعوك كاين مشكل اخر كيوقع، اهم، هي عندنا واحد الغطاء نباتي في المغرب مع الجفاف ومع الغابات كيتقطعوا كيدار في بلاصتهم فيرما ديال لافوكا فرامبواز. أها، غابات يعني الغابات تنقصوا. هذاك النحال اللي هو مثلا عنده 200 صندوق العسل ديالو كيتباع، يعني كاين الشاري كاين المستهلك بالثمن قليل كاين موجود. العام جا كيولي عنده 500 صندوق، كيجي كيحط في هذيك غابه نورمالمون فيها 10 بشارات مثلا ديال الكاليبتوس، راه كتهز مثلا 200 صندوق، اكتفاء ديال 200 صندوق ما تقدرش تهز كتر. ما كنقدرش كتر. حنا كنحالة مثلا باغي نديروا الجوده غنجيبوا نحطوا مثلا 200 صندوق، غيجي واحد حداك 500 صندوق، النواره كتولي مضاربه على 100 نحله، وانت النحل عندك ما كيبقاش حيت الملاقه بياكل اهم، صافي. الاخر اش كيدير النحل عندو كياكل السكر وكيمشي يجيب شويه الريحه من الكاليبتوس وحبوب بولين. النحل ديالو كيصحاح وكيدخل شويه العسل اللي هو يكون واحد 10% كاليتوس، وانت النحل ديالك غيرجع للور غيضعف، وانت كتبقى تهز داك حيت السنيطات ما تياكلش، حيت ما معلفش. كتولي كتعاني باش تنتج الحر. كتولي تهز داك الصناديق ديالك تحط 30 صندوق هنا، تدخل واحد الغابه قلب، وكتمشي تحط بعد المرات شي غابه تحط فيها واحد 50 صندوق 30 صندوق، دوز يومين هادشي النحال عارفينو. كيجي واحد النحال كيجي يقلب لك الصندوق هذاك كيلقاه خدام، كيجي واحد الجهل كيجي كيحط واحد 200 صندوق حداك ويبدا يعلف عاوتاني يعني كيزاحمك في النوار. كيزعم. ولكن هذا مستهلك واللي كيشجعو. يعني انا اش كيبان لي المستهلك خاصو ما يبقاش يشري عسل ديال 1000 لا نهائيا. ولكن بلاتي يا خالي، نعم ما نهضروا ياخدش. على الاضرار عاوتاني. لا بلاتي ما نهضروش على الأضرار. واحد النقطة مهمة بعدا في العلف، بدينا نعم نقطة العلف نساليوها. النحلة في الإنتاج ديالها، نعم عطيني بعدا النحال نعم. كيفاش كيمشي مع النحلة بخلاصة، كيفاش كيمشي مع النحلة على طول السنة. كاين واحد الوقيته اللي النحلة خصها تاكل البرد، خصوصا دابا هاد الايامات الجفاف، ماشي في الوقت ديال الانتاج ديال ماشي في الوقت الانتاج العسل. كاين اوروبا في الدول الاخرين طرق اخرين، واش كيعلفوا ولا لا؟ كاين اللي كيعلفوا وكاين طرق اخرين. ولا كاندي هي كتشد واحد كل صندوق تقدر تشد لي كيلو ديال العسل وكدير مع حبوب اللقاح وكتعطيه النحل كيبقى يسلكو كيعيش به ما يموتش حلوه زعما بونبون. بحال حلو بومبو وكي كاندي طبيعي ويعيش به. مزيان. ولا كان النحال تقني راه كيعرف كيفاش يسير الخلايا ديالو. راه كاين واحد الوقت النحال خصو يرتاح، اها، ماشي ضروري العام كامل يرتاح. عنده لي بروفيزيون ديالو عنده ستوك ديالو كيعيش به. المشكل الكبير شنو هو دابا عاوتاني ملي كيكون كنقول لك انا وقت الكاليبسوس راه ماشي وقت البرد، راه مم. وقت النوار، راه وقت الغله، وقت الانتاج ديال العسل. كيجي النحال يعني ملي الشاري كيقول لك انا بغيت كاليتوس ديال الماكله غدي وليداتي كاليتوس ب 70 درهم 80 درهم، اش كيوقع؟ اذا هذاك اللي النحال ملي كيولي هو علاقه يشري مع عدو العسل، يعني كيولي هذاك النحال باع الكونتيتي كامله، نتج مثلا عنده 200 صندوق راه نتج باع 2 طون 3 طون ديال العسل، مم. باع في 60 درهم ها هو رابح فلوس كثيره. النحال الاخر اللي عنده 200 صندوق وانتج 100 كيلو بزز، يعني راه خصو يبيعها بواحد الثمن طالع باش يكون ايكيفالون ديال الاخر. اذا واش غايقول لك؟ يقول انا نسطي راسي النحل عندي ضعاف ونتج خاصني نعلف. مم. علاش؟ لان كاين الشاري كاين فهمتك. الكونسوماتور. يعني في الوقيته ديال النواره، الا نعم فهمت مزيان، مم. في الوقيته ديال الانتاج العسل يعني في النواره، خصوصا الا كان، خصوصا اتكلم عن عسل علاجي كالدغموس دغموس او زعيطره الزعتره او لوكاليبتوس. خروب. حتى لوكاليبتوس نعم عسل علاجي. فملي لك كان حساب جميع انواع علاجيه جميع الانواع فهي علاجيه، علاجيه الا انه مهم ما كاينش. هو كاع جميع الانواع علاجيه. واخا نمشي معك في الفكره، يعني النقطه ديالك في الوقيته ديال النواره خاص ما يتعلفش. خاص ما يتعلفش نهائيا نهائيا، لان اصلا هذاك العسل اللي هو معلف راه خاص المستهلك يعرف واحد الخطوره اخرى اكثر من ان فيه السكر. النحله ملي كتعلف راه كيجي واحد المرض كيسمى نوزيماز نوزيموز نوزيموس، اوكي. نوزيما كيقول نوزيما، نوزيما. هي نوزيما سيرانا. واحد المرض بحال الدياري كتجي النحله. اش كيولي النحل كيدير زانتيبيوتيك. مهم. حنا ولينا في انتيبيوتيك، مناعه ديال النحل كتضعف.
كاينه لافارو واحد القمله كتجي النحله كتاكل الجناح ديالها. اذا النحال كيدير واحد الموليكول سميتها اميتراز، اوكي كيداويو بها داك القمل اللي في الكلاب اوكي كيستعملوه في النحل. سير على الله. يعني هذاك الشيء كيخلي لي غيزيدو في العسل. يعني وليني كنستعمل دي زانطرون، وليني كنت مدخلات كيميائيه. بيان سور. كنا كنتكلموا على العسل كمنتج حيواني اللي ما فيهش مدخلات كيميائيه، ومن بين لان هذاك المنتجات النحل ما بقاش القليله طبيعي، ما بقاش ما بقاش غير كتولي ريزيستي، ما بقاش ما بقاش ولا مولف العلف. كتلقى النحل كيتسنى في العلافه تفشش. تفشش. يعني صافي المناعه ديالو كتضعف، النحال كيولي كيداويك بحال ولات لاندستري ولات صناعه. مم. مم. هذا خطا كبير. فهمتك. دونك دابا النقطه اللي بغيت تقول لي اخي خالد نعم. هو ان في الوقيته ديال النواره خصو ما يتعلفش، نهائيا. ولكن الا ما تعلفش هنا فين غنسول. غتقول لي بان راه غطاء النباتي نقص ياك. غطاء النباتي نقص. غطاء مثلا انا حاط 50 صندوق، خاصك تكون الاخلاق بعدا. انا حاط 50 صندوق في غابه، خاصك النحال اللي غيجي حدايا. حنا نقولوا قانون، ما كاينش قانون اللي كيدير مسافات النحليه، مهم. وخاصو يكون مهم. خاصو هو ما شحال يجيش المسافه حدايا. النحليه؟ نورمالمون دابا في اوروبا كل ما بين النحال كيلومتر على الاقل، بعض المرات 500 متر، وما يجيش حداك. واحد العدد خلايا محدود في البلاصه، ما يمكنش عاوتاني كتلقى غابه ديال الجديده مازاغون مهم. كنت كنحط فيها في 2009 2010 2011 مهم. 200 صندوق. كان كيجي الخير ديال العسل ديال الكاليبسوس. دابا شهر 9 تسير ليها شهر 8 غتلقى 3000 صندوق محطوطه. مهم. غتلقى البرامل زرقين، وكتصورت فيديو حطيته في لاباج ديالي مهم. مهم. كيعلفوا، وانا هزيت النحل ديالي ومشيت بحالي. ما بقاش عندك بلاصه. ما بقاش بلاصه الحل ديالك اول حاجه نحل ضعيف ضعيف. حيت ما كياكلش ما كيعلفش السكر، اه وثاني حاجه الزحام على النواره. زحام عنك. غتلقى النواره وحده كتلقى 10 نحلات مضاربين عليها. واه كتلقى وحده شاده الصف كتسنى اخرى تحيل كيتضاربوا. والله ساكن. النحله كيتضارب على النوار. ما لا مساكن اصاحبي. يعني مشكل اخلاقي، مشكل فيه. ولكن انا شوف ما بقاش نتسنى انايا القانون يكون. خاص كنمشي على المستهلك نيشان، كنطلب المستهلك ما بقاش يشري عسل ديال العلف، لان فيه مخاطر بزاف. وهذيك النحله راه هي ليكيليبر. راه ما كاينش النحل راه كيلقح النباتات. راه 70% ديال الامن الغذائي راه بسبب النحل. بسبب النحل. يعني انت ملي كتشري هذاك العسل اللي هو معلف اللي توضح هذه الفكره نعم. للمستهلك بالنسبه لدابا نفترض شي واحد دار شي فيرما ديال لافوكا ديال الخروب ولا شي حاجه، خاصو ضروري الصنادق ديال النحل باش يلقحوا. بطبيعه الحال. دونك ها هو ضروري. حبوب اللقاح هو هذا هو اللي كيهزو النحل من العضو الذكري ديال النواره، مهم. وكيمشي للنواره فيميل واخا. اللي هذا كيهزو النحل في ملي رجليه. جبت لينا حبوب اللقاح، حبوب اللقاح موضوع مهم اللي بغيت نذكر منين جبتيه دابا. انا راك نعم. عارف عاديين حنا ما مبريبارين والو، سير جينا نناقشوا هذه الفكره. دابا منين جبتي حبوب اللقاح، اول حاجه اخي خالد هو عندنا نفترض دابا جبتي لينا هنا جوج انواع ديال حبوب اللقاح، هادو خضرين، هادو بحال فيهم هاد هذا اللون ديال هذا، شاردون ماغي الشوك ديال الشوك وشويه الكركاز. وهذا ليموني هذا ديال السيست، واحد العشبه كتكون في سيست، نعم. وهذا شاردون ماري. شاردون ماغي. دابا هاد حبوب اللقاح تلقاهم في الاسواق الكبرى في مجموعه من نقط البيع مجفف ناشف، ناشف وهذا خضر. قلتي لي ضروري خصو طري. يبقى في الثلاجه كتاب في الثلاجة. طري فخي. نعم. هذا البولين فخي. دابا شنو الفرق ما بين البولين فخي ومجفف؟ ومن بعد نقدر انا نكمل شي معلومات غذائيه، ولكن شنو الفرق بيناتهم وعلاش الفخي احسن من المجفف؟ حيت الفري طري من الخليه كنشدوه كنجمعوه كنديروه في فريغو باش كتكونسيرفي فيه واحد جوج ديال لي سوج ديال البكتيري لاكتوباسيلوس وبيفيدوباكتيريوم. هادو بروبيوتيك بروبيوتيك تيغذيو لي البكتيريا النافعه، نافعه. وهما بكتيريا يعني تيزيدوا يقويو لي لا فلور، او بحال خديتي كيفير بحال خديتي منتجات، يعني هادو كيزيدوا. ولا بروف ملي كتخلي هذا خارج على الفريغو سيمانه كيتخمر لان فيفون. ناشف كيبقى ستوكا، ولاش ما كينشفوه حيت ساهل في ستوكاج وساهل حتى في كوميرس. ولكن الا كان كليون اكزيجون يقول لي سيدي انا نديرو فريغو وحتى التركيبه الغذائيه ديالو دابا التركيبه داخل الغذائيه كيكون فيه الفيتامينات وفيه داك لي سوج ديال البكتيري وفيه لي مينيرو فيه السيلينيوم وفيه السيلينيوم جيد للغده فيه الاسيد الدرقيه الاميني كاع اللي كيحتاج لي ويت في راسك. هذا راه بحال قلتي 20% ديال بحال البروتينات. قلتي هو داك البودر البروتيني اللي كيضربوا صحاب لاصال هو ديال النحل، هو لاوي ديال النحل. راه سي فري الا ما كانش البولين في الطبيعه النحل الملكه ما تبيضش. الملكه ما تبيضش. غذاء ملكي ما يكونش. وشنو هو الغذاء الملكه؟ غذاء ملكي هو النحله ملي كتشد هاد البولين هذا كتوكلوا الملكه ياك. ملي كتوكلوا الملكه ديريكتومون كتاكلوا النحله وكتجبد واحد لا ماتيغ واحد لي غلوند ايبوفاغانجين من الدماغ ديال النحله.
يعني كتاكل هاد البولين والعسل وكتصاوب هذاك الجيلي رويال. النحله اللي كتنتج اه الجولي اه رويال. في واحد ماتير سميتو 10 اش دي ا. بشاح. هذاك سبحان الله. اسيد اميني، ماشي اسيد اميني، هو فيه دي مركب. اسيد مركب. اهم. هذاك المركب بحال دابا قلتي النحله كتاخذ حبوب اللقاح والعسل وكتمضغهم بالطريقه فوالا ديالها فوالا وكتنتج فوالا. واحد لا جولي بلا هذا ما تقدرش رويال الجيلي اللي رويال. كيتسمى الغذاء الملكه اللي كتاكلو الملكه. هي كتاكل الملكه باش كتقدر تبيض، حيت كتبيض حتى 1000 بيضه في النهار. واو. 1000 كاين بعض الحالات السلالات 2000 بيضه في النهار. شحال عندك من واخا الملكه تحسب. اخي؟ ها شحال عندك من الملكه؟ كل صندوق فيه ملكه ديالو. كل صندوق فيه الملكه ملكه. ديالو اوكي، يعني الا باش ما كاينش صندوق بوليغامي في النحل، كل صندوق كل ملكه واحد ديالو صافي. ملكه كتولد تعدد ملكه ما اخرى، كاينش. ما كاينش تعدد لا. ملكه ملي كتولد ملكات اخرين هي وقت الفرخ، دابا ما شاء الله في شهر 3 كيتسمى التطريد. اوكي. ملي كتخرج كيقدر الصندوق يخرج 3 4 5 6 على حساب القوه. اها. صافي اون فوا كيتلاقاو جوج كيتضاربوا، وحده كتخرج. ياك. غالبا الام ملي كدير هي كتخرج كتخلي لهم، كتقول نتوما بناتي. بعض المرات عيشوا. كيبقاو 6 البنات 10 وكيكونوا بزاف، اها. ملي في نفس الوقت كيتضاربوا. بعد ما وحده كتقول لها ما فيا ما بغاش نضارب، كتهز معها شويه الجيش وكتمشي. ما فيها ما باغاش الصداع. صافي ما غاص على كتمشي حساب قوه الخليه، على حساب الطبيعه، على حساب. نرجعوا للسخون. حنا دابا قلنا البولين هو هذا في انواع. في انواع وخصو يكون فري، خصو يكون خضر. ملي تيكون خضر تيكون صحي. ملي علاش؟ حيت تنشف راه فيه مشاو منه جميع بيان سور ملي تيتنشف هذا. الانزيمات كيديغراد كيموتوا كاع، ماشي كيديغرادو كيمشيو، وكيبقاو عليه فيتامين اللي كيبقاو اها. لي مينيرو. لي مينيرو، حيت لي مينيرو ما فيتامين كيبقاو، اكثريه فيتامين كيمشيو تيرموسونسيبل كيمشيو. تيرموسونسيب كيبقى لي شعل لي مينيرو. الشمعه خالد، شعل لي الله يرضي عليك. راه القضيه بدات كتسخن وغندوز لك دابا. ملي غتشعل لي هاد الشمعه للاشاره، راه هاد الشمعه باش كيديرها خالد؟ هاد الشمعه كيديرها بلاصير بالشمع ديال النحل. واشرح لينا هاد الفكره بعدا دغيا. حتى هي راه فيها الدواء. تطهر الجو هي. اصلا الشمع اللي كان خليها تا تشد مزيان ياك. سير حديتو مغزل. علاش ما تبغيش تشعل؟ وانت واش كاين شي واحد مثلا عنده لوقيد؟ منين جبتي هاد اللوقيد هذا؟ واه، ريحه اللوقيد كتعجبني في راسك. في الذكريات في راسك ملي كنت صغير. كنت الهوايه ديالي هو نشفر لوقيد ونمشي غتلعب به. للطواليت ونبقى نشعلو. واحد النهار سلخاتني يا ودي. الوالده ما عاودتهاش. الشباب المغربي كاع. وكتبقى داك تشعل لك بابي. حنا المغاربه ديما عندنا واحد الحوايج كومان. كوما ياك. اللي كتبغي باي باي الطياره، مهم. اي عندنا باي باي الطياره. الشمع منين كيجي بعدا؟ واحد من لي كروند سيغيير ديال النحله، من الكرش ديال النحله، سي اسيد كرا. مهم. ديزاسيد هو يعني احماض دهنيه. دهنيه كتخرج من يعني باش النحله هو اللي كتصاوب به الشهده. تتنتج ليا الغذاء الملكه نعم. وكتنتج ليا الشمع باش تبني به. هذا هو الشمع با. الوحيد الشمع الوحيد اللي كاين في العالم اللي هو ناتوريل وما فيش اي حاجه نيجاتيف، حتى تاثير سلبي ما كاين، واو. وكي ابيزي وفيه كيطلق لي زيون نيجاتيف. ايون نيجاتيف راه مزيان، ماشي هي نيجاتيف زعما سونس لا. بيجوغاتيف. لا، كي نوتراليزي لي ايونات سالبه اللي كتنوتراليزي لي شارج لي شارج لي بليس. بوزيتيف، يعني بحال تتكالمي تتكالمي الجو. كتهداو يعني شي واحد بحال دابا في بيت النعاس ديالو هذا من الافضل يدير شميعه ديال ديال النحله. حيت انواع اخرى كعارف كيكون فيهم لي كومبوزون شيميك. وما كتكونش فيها حتى ريحه بطبيعه الحال. هذا ريحه الشهده تكون فيها ريحه الشهده. انت غتشم. ويلي خالد، يا سلام تبارك الله عليك اخويا. الله بغيت نهضر لك على واحد الموضوع دابا. بما ان شعلنا الشمعه والعافيه شعلات، غندخلوا لواحد الموضوع سخون شويه. مرحبا. وهذا السؤال كاع المغاربه باغيين يعرفوه. كاع المغاربه باغيين يعرفوه. كيفاش نعرف واش العسل مغشوش ولا لا؟ مرحبا. اول حاجه كنقولوا بان 100% الا كانت الثقه 100% راه غتعرفوا حر ولا لا، ولكن بما ان الثقه انعدمات شبه انعدمات غنهبطوا واحد 20%، نخدموا بروبابيليتي احتمال، مهم. غنخليو بان 20% ثقه، 20% الريحه ديال العسل. يعني كل عسل عنده واحد الميزه ديالو، بحال الزعتره مثلا من الانواع اللي كتعطل في الجموديه، كتقدر كاع ما تجمدش الا كان اطارات ما فيهمش حبوب اللقاح ديال شي عسل قبل. الجموديه نهضروا عليها من بعد. يعني كتشم، يعني الميزه ديال الزعتره هي واحد اللون ديال كيتسمى اللون ديال الدم، مهم. الدم الغزال. النحاله كنقولوا اللون ديال الدم، يعني ملي كديروا في الضوء مهم. اللون ديال الغوفلي ديال الدم. مهم. والريحه ديالو كتكون مميزه الريحه ديال الزعتره مميزه. مميزه. بسم الله. لا هذا الطرح هذا حيت نفس اللون شي
نفس اللون. نفس اللون. وكاين ماشي شي معدل تيعبر اللون. شي كيفاش انا من اللون عرفت الطرح ما كنتش شفت التيكيت، يعني كل عسل عنده واحد ماركور ديالو شميتيه ويبان صافي، لك. يعني انا نغمض عيني نعرف اي لون. واه تتكون فيه فريمون الريحه مميزه. وحاجه اخرى صح ريحته ما زويناش بزاف، ولكن بشكل مميزه. مميزه. دابا انا المره الجايه انا راه كنت عارفه، انا كنت عارفه، ولكن كنت عارفه، ولكن المره الجايه زعما تعطيني العسوله نشمهم نقول لك هذا ديال هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، يعني كل واحد خصو يكون عارف كل عسل شنو هي الريحه ديالو، خصو يتعرف عليها. وحاجه اخرى ملي تعسل كتعرفوا بانه راه فري من باش نطلعوا بروبابيليتي 30%. ملي كتحلكو كتشم الريحه بسرعه، خاصك تعاود تشمها تبقى نفس انتونسيتي ما تنقصش. يعني ملي كتحيد وتعاود كلشي لي ترجع. زيستونس بقاو مزموطين هنايا وتشم من بعد خاص تشمها. الا ما شميتش يعني دليل نقص في الجوده. اوكي. يعني ها انت غنشد قزبر حتى هو عسل القزبر. لا نفس الريحه، انت تقدر ديرها مثلا شي عسل هكا. غنشوف بحال دابا انا هاك نختار كاليتوس. راه ليا الليمون، هاك كاليتوس واخ راه ليا الكاليبتوس. شم وعاود لحظه شم، عاود شم عاوتاني ما نقصاتش نفس الريحه، نفس كتبقى الميم كوربس، رويحه في هذا الكاليبتوس من بعد غندور. كتبقى اوريزونتال، يعني ما الا نقصات عرف بروبابيليتي ما كتطلعهاش. وفي المذاق مذاق حتى هي غتطلع واحد 10% تولي 40%. الحلاوه الا دقتي عسل حر وخلى لك حلاوه كديرونجي، شي عسل الا كان فيه السكر ديال 1000 كيقهم. وملي كتاكل واحد العاشق شويه بحال لا صليف كتخرج لك من هنا، دازت واحد المده خرجت تعرف بان بحال داك السكر ما معاش داك لي زاسيد. كاين دابا واحد العسل فيه اسيديتي، اسيد غليكونيك، كاين دي زاسيد اللي هما كي ماسكيو هذاك لوغو سكري ديال العسل. جميل. ملي كيكون بوحدو السكر يعني داك موليكول ديال الجليكوز فريكتوز معريانه، ما كاينش لا ماتريس اللي كتكون دغيا كيخدم لي هاد لي غلوند ساليفير، يعني دغيا كتبدا تخرج تفال. فهمت. واحد القضيه كطرا ليا منين تناخذ شي عسل ماشي هو هذاك تيحماض ليا في الفم، فوالا يعني السكر تيديغراد. فوالا مني كناخذ شي عسل اللي هو دوريجين بحال كنحس بيه كيتجمع ليا كتباع فم. فوالا. هذه من كتجيني انا اكبر ماركور ديال العسل الحر هي الحلاوه. دقتي العسل وحسيتي به، شوف الانستان ديالك الحدس ديالك، شي ملي كتذوق عسل كيبان كحلو كيديرونجيك، تصنت العسل تلقى اكيد بان ماشي هو هذاك عسل. دقتيه وقال لك انا راه حر، عرف راه حر. واخا بالنسبه وصلنا 50%. وصلنا ل 50% سير. كتجي عاوتاني واحد الاحتمالات اها ديال التحاليل. الا بغيتي دير التحاليل كاملين غاليين بزاف. كتبقى بعدا في الاول كنبداو بهذاك كنشوفوا لي انزيمات كاتالاز ودياستاز، يعني دوك هما كيكونوا في عسل، كيكون من كرش النحله وغلوكوز اوكسيداز. كيكون حيت النحله اللي كدير غلوكوز اوكسيداز باش هذاك كتكون لك بيروكسيد هيدروجين اش 2 داك هو اللي عنده اكتيفيتي انتي بكتيريان كيقتل لي بكتيريا. تقتل البكتيريا. اذا الا كان العسل ماشي طبيعي ولا كان مثلا فيه العلف بزاف كيكون ناقص هذاك الدياستاز وكاتالات كيكون ناقص. في التحاليل كيكون الا كانوا طالعين راه العسل يعني ما حد دياستاز طالعه ما حد مزيان. احتمال ديال العسل كيطلع. كيف تتاثر الدياستاز؟ يعني الحراره. العسل ما كيبغيش الحراره. يعني عدو ديال العسل اكبر عدو هو الحراره. مفشش ما عندوش حتى مع الضوء. لا والو. الضوء شويه ماشي مشكل، لا ماشي بحال الزيت. وفي ذكر الحراره بغيت ندوي على العسل المبستر والعسل الخام. دابا اكثريه ديال النحاله اولا اكثريه ديال التعاونيات اللي كينتجوا العسل، حيت كنعرفوا ان العسل كيجمد، وغندويو على هذه القضيه هذه، كيسخنوه. ومنين كيسخنوه شنو كيوقع خالد؟ ملي كتسخنو كيطلعوا في واحد لي زاشيميف، واحد المؤشر ديال بحال كيتحرق لا رياكسيون دو ماياغ، هذاك السكر كيتحرق. وهذاك هو ماشي خطير بزاف، ماشي خطر من المواد الكيماويه، ماشي بحال لاكريلاميد، ماشي بحال دوك المواد الكيماويه، ماشي، ولكن ما زوينش يعني واحد الكريتير ديال ان الجوده كتنقص وكيبقى تستوكا في الكبده، يعني انتوكسيكاسيون كرونيك مع المده. الا بقيتي انا كنقلب على العسل العلاجي خص يكون فريمون علاجي، ما يكونش فيه المستهلك المغربي. باش نعطي الخلاصه، خاص العسل ما يسخنش نهائيا، ما خصوش يطيب. بغيتي نفترض تجمد وبغيتي غير يرطاب شي شويه، كتقل من 40 مزيانه دايزه 30. كنفضل. شوف انا ضد، انا بالنسبه لي كاين اللي ما يقدرش دابا ياخذوا جامد، ما تيعجبوش الجامد، خاصو يعجبو. رجعونا الجموديه دابا. واش العسل اخالد اللي كيجمد حر ولا لا؟ شرح لي شنو الفرق ما بين دابا نفترض الا شدينا هذا الليمون، ها هو هذاك حيت هذا جديد. ماشي جديد راه ثقيل الشيء. عطاني شي واحد اللي ما كيجمدش واخا يمر الوقت. شوف
السدر الا كان بحال دابا هو ما جمدش نهائيا، حاطه في بلاصه بارده، يعني في الدار عندي هذا وما جمدش، واخا. امتى كيقدر يجمد السدر؟ الا مثلا كاين واحد الاطارات الكوادر كنخدموا بهم مثلا عسل ديال الربيع قبل، كنعصروا عسل ديال الربيع واخا يكون خاوي كيكون فيه حبوب اللقاح، مشينا للسدر كيتزاد العسل بحال كيعمرك شهادات بالعسل ديال السدر، داك حبوب اللقاح كيديروا ليا في العسل، وهذاك حبوب اللقاح كيتسموا لي فوي، واحد البؤر ديال التبلور. خرج لي على الموضوع، رجع لي لأ، للموضوع، رجع لي للموضوع. كيتبلور حبوب اللقاح كيخليو العسل يتبلور، اما الا كان عسل مثلا العسل السدر لا ما مش فيش شاد حبوب اللقاح، عسل بيور ما مخلطش بحبوب ماشي اللقاح. مخلط، اها. انت ماشي مخلط، انت حطيتي النحل في السدر وعطيتي اطارات مثلا ما دازوش من شي عسل اللي فيه حبوب اللقاح، مهم. كانوا ولا غسلتيهم ولا شي حاجه كتعطيهم النحل ما كاينش حبوب اللقاح، عمر عسل السدر بوحدو ما كيجمدش لان الفريكتوز طالع على الجلوكوز. هكاك وجاوبنا من الاول، فوالا قول لنا هذه الهضره. يعني دابا العسل اللي كيجمد ماشي معنيته انه ماشي حر. لا بالعكس، هذه هي الفكره اللي خلات النحاله ولا ولو التجار ديال يسخنوا. العسل يسخنوا، هكاك. كيقولك حنا الا بعنا بحال هكا سيرتو بحال كاين انواع ديال العسل اللي مثلا بحال تغموس الدغموس، تغموس. راه كاين اللي بعض المرات كاين واحد انواع ديال الكريستاليزاسيون على حساب الحراره، بعض المرات إلا العسل تجمد في 20 درجه ماشي واحد جمد في 15 درجه. زوينه هذه النقطه هذه. يعني علاش؟ الكريستال. الكريستو الا جمد بسرعه داك الكريستو دغيا كيكونوا مقاربين كيجمدوا كلهم بدقه واحده، هكاك. كيكون داك البؤر ديال التجمد كيكونوا متقاربين بسرعه. الا كان كياخذ الوقت اش كيوقع الكريستال؟ كياخذ الوقت كتبقى غدا وكتكبر، ما كيكون البؤر قلال، مم. اذا كيف الكريستال كيكونوا كبار كيكونوا حبيبات بحال السكر. وبعض المرات الزبون اش كيدير؟ كيذوق هذا كيتغزز ليه كيقول لك راه ماشي حر. مم. اذا التاجر اش كيدير؟ كيقول لك انا باش ايفيتي انا هادشي كامل مهم. نسخنو ونبيعو. مم. هذه ما كنحملش المسؤوليه النحال، بجوج بارطاجي النحال والزبون، مم. خاص الزبون تولي عنده، دابا الزبون ما عارفش صح. وحنا هنا باش نعرفوا له. هادشي اللي كاين، راه ندوق هاد الدغموس طيحتي لنا السكر كاع. بسم الله. انت غتلقى واحد بحال الحرش ياك، حرش. بعض المرات كيكون كريستاليزي بحال حبيبات كبار كاع بحال السكر بحال مم. حبات السكر. شنو هو العسل اللي ما كيجمدش؟ قلت لك الا كان السدر بكوادر ماشي فيهم حبوب اللقاح، كاين السدر وكاين الزعتره طلح. والطلح حتى هو، طلح حتى هو ما كيجمدش. الطلح حتى هو، لاكاسيا. طلح هذا وهذا زعتره. مم. جميل. واخا. اسرع كمل لي اسرع من كمل اسرع لي. انواع اللي كتجمد هو قزبر، يعني كنجنوه في شهر 4 الاخر شهر 4 سيمانه كيقصح ودابا في كيجمد. راسك المستهلك المغربي ما جاوبناش على واحد النقطة مهمة. نعم. لا تسمع الدغموس، الزعتر، الزعترة، الليمون، الطلح، النعناع، لافوكا. نعم. باش نعرف ان هذا العسل ديال هاد العشبه ياك انا هو تيخرج تيتسركل، كيفاش غتكونتروليه باش تقول ليه وشنو كتقول ليه النحله سيري مشي كولي غير من الدغموس. تقريبا. كيفاش شوف القضيه خالي؟ نعطيك مثلا ديال الطلح، الطلح كديو النحل الاخر شهر 9 مهم. في الاول شهر 9 بعد ما تالاخر على حساب وقتاش نور في الصحراء تما كاين عاد الطلح. يعني الغطاء. فوالا، والنحل ديناه حنايا مثلا راه خاوي ما فيه والو ما فيهش العسل نهائيا، حطينا تما ملي كتسالي النواره كنمشيو نجنيو. الدغموس ديماره. ملي كنمشي نجنيو راه كاين الطلح. وشنو اللي كيكونفيرمي هادشي؟ والتحاليل، كدير التحاليل كيديروا التحليله ديال الحبوب اللقاح اللي كاينه في العسل، كتسمى اناليز بولينيك. بولينيك. عندها ميليسو بالينولوجي، عندها سميه تكنيك. اوكي. يعني كيدير شحال اناليز خصو يكون بولينيك ديال لي بولين باش نسميه 100%؟ دومينو. دومينو شوف شحال؟ الا خص يكون 100%. 100%. الا كان شوف ابارتيغ 60% راه دومينو، كتقدر تقول احادي النبته. 100 هو عسل الطلح خص يكون فيه 100%. الطلح حاله خاصه. ولكن الا خدمتي الاوطو كما قلت لك ديما النحل كديه حتى فيه الكوادر داز فيهم عسل قديم، راه كيبقاو دي طراس ديال البولين قديم. تقدر مثلا تاناليزي تلقى فيها 40% حبوب اللقاح بولين ديال الطلح، تلقى فيه 60% ديال حبوب الكوادر اللقاح ديال القدام الكركازه. اللي كلاهم. الكركازه كانت شهر 3 ولكن الكادر بقات فيه. يعني باش نلخص هذه القضيه، كنسمي نفترض عسل البرتقال الا كان فيه اكثر من 60% ولا 70% حتى ل 80% ديال هادو تقدر تمشي حتى ل 95%، تقدر تمشي. بحال مثلا عسل الكاليبسوس راه بحال 97%. واه وفيه 97% 3 واكل. هذا نيت، وفيه 3% ديال حبوب اللقاح. ندوقو خلي الله يحفظك. هاك فيه 30% ديال حبوب اللقاح ديال الكركازه، ولكن حيت عارف انا الاطارات اللي هما
ديجا مستعملين. بسم الله. إمم. بحال بنين كرم المذاق ديال الخشب. بنين بزاف. بدينا كنهضروا على المذاق والأنواع، شميت ريحة من هنا. أنت عاوتاني ديتيكتور مديفلوبي. بالنسبة للناس تيقول لك الدغموس خصو يكون حار، كيفاش هاد القضية ديال الحرورة؟ واش الحرورة في الفم ولا في القرجوطة؟ لا هنا فقط. حيت كاين بزاف ديال الناس تيخربقوا في الدغموس. هو ضريبة الشهرة ديالو، حيت اللي كان بعض أخصائيين التغذية داروا لي إشهار كبير، كنشكرهم، لأن الناس ما كانش كيعرفوا الدغموس والنحال كان كيلقى صعوبة في التسويق، اهم. دوك هما ساعدونا بزاف، ولكن للأسف ديما كاين الطمع، يعني كاين دخلاء على الميدان كيشدوا شي عسل مثلًا ديال الربيع ولا ديال الألف وكيزيدوا فيه حليب ديال الدغموس إمم. باش كيعطي ديك حرورة. حليب ديال الدغموس، آه، كارثة راه حليب خطيرة الدغموس هي هادشي. ديك النبتة ديال الدغموس ملي داك كتجرح اللاتكس، لاتكس الحليب ديال توكسيك. الدغموسة. كاين اللي كيدير بروبوليس ديال الدغموس، إمم. بروبوليس كيجمعوه كيرقدوه كيسخنوا كيطيبوا مزيان كيذوبوا مع العسل كيطلق داك الشيء. بروبوليس. كاين اللي كيشطحوا به باللقاح ديال الدغموس لان بلاتي تعددت دابا الطرق جبدنا غش. البروبوليس ما دويناش على الناس البروبوليس صراحه، راه كنحاول نستافد منك خالد ونجبد مرحبا حنا منك هنا. ماكسيموم المعلومات. البروبوليس دوينا على الغذاء الملكات، دوينا على حبوب اللقاح، مازال ما دويناش على البروبوليس. شنو هو البروبوليس وليش كيليق؟ بروبوليس بحال نقولوا هو صاني كروه ديال الصندوق النحل، هو اللي كيطهر به الخليه، كيطهر الخليه. طهر به يعني كيطهر به الجو ديال الخليه. كيفاش كيتنتج؟ دابا هاد الحبوب اللي هاد البروبوليس الا ذوبتيه مع الشمع خلطتيه مع الشمع ذوبتيه مه- م- مطهر. مطهر ديال الجو. اوكي. والنحل كيطهر به كاين مثلًا دخل شي فار الصندوق، دخل خلية، النحل قتلو، امم. واش النحل يهرب يمشي؟ الريحة تولي يخنز، امم. النحل كيجي كيحنط به الفار. الفار في آه، وسط الصندوق. وهادو اللي كان كيحنطوا به الفراعنة المومياء واو. مع مواد أخرين يعني دابا تاكسوديرمي نفترض دخل شي فار للصندوق، كيقتلوا النحل، تيقتلوا النحل ولكن ما كيقدش يخرجوا، وما تيقدش يكحزو تيحنطو باش كيحنطوا. ما يخرجش ليه الصندوق. آه، سبحان الله. كيحنطوا هذا فيه سبحان الله. مضادات أكسدة، اها. مضاد البكتيريا، مضاد للبكتيريا مضاد قوي. الفطريات. مضاد فطريات. وكيفاش كيتنتجوا دابا النحل هذا؟ هاد البروبوليس هذا كيجمعوا النحل من ديك البراعم ديال الشجرة، دابا الشجرة ملي كتجرح ولا كتشق مع الحرارة ولا شونجمون كليماتيك مثلًا كتشق، النحلة هاد الشجرة كداوي راسها كتخرج هذاك لا ريزين. اللي كتشدو لصقوا به كيدير بحال لا ريزين، بحال الشكل ديال المسكه بحال الحره المسكة نفترض ديال فوالا. الشجره. وهذاك الشجر ديال الطلح هو اللي كيخرج داك العلك كيعمروا به اتاي، اييه سي لا ميم شوز. سي اون غيزين. غازين كيشد النحل كيجمعها في رجليه كيديها كيزيد على شوية الشمع، كيزيد على شوية الأنزيمات ديالو كينضخ الأنزيمات ديالو بحال البني كيشد من هنا كيقاد بديك الملاسة كيدير الصق كيكورماتي به لي فيسيور الشق. الا كان الفم ديال الخليه كبير كيصغرو، تبارك الله. وداك الجو اللي كيكون في الخليه كيكون مطهر كيكون ساهل. الهندسه صح، قمه الهندسه. سبحان الله. سبحان الله. زعما هذا العالم ديال النحل اشكال عجيب. عجيب بزاف خالد. ما كملناش قبيله كيفاش يعرفوا عسل الحر، كمل لي. وصلنا لشي 70% وصلنا ولا ل حاجة. 60 زيد. قلنا المذاق، قلنا الريحه، الريحه، قلنا المذاق ما خصوش اللون، اللون. الميزه ديال اللون. اللون اوكي. مثلا غنقول لك انا الدغموس ها اللون ديالو كيفاش كيكون، ما يمكنش يكون نفترض اللون ديال يمكنش يكون الدغموس كحل. مغلوق كحل. لا ما يمكنش، الا سخنوه ولا تعرض التسخين ولا اصلا ما بقاش دغموس، ملي تسخن وتحرق راه ما بقاش فيه خصائص علاجيه. مم. اذا باش يكون فريمون حر كيكون فيه هذا اللون هذا، حتى هو احتمال يقدر يكون عسل اخر بنفس اللون ولكن ماشي دغموس مم. ياك، مم. يكون هذا اللون هذا. وكاين التحاليل يعني ملي كنشوفوا الدياستاز وكنشوفوا اش ام اف وكنشوفوا النسبه ديال الجلوكوز والفريكتوز والسكروز، مم. خاص ما يكونش السكروز طالع، شحال تقريبا ماكسيموم ما السكروز؟ خاصش يفوت 5%. هو شوف خاص يكون زيرو. السكروز هو بحال هو السكر هو الابيض. السكر وكيكون في النواره ولكن بحال كيحولوا مم. السكروز كيكون كومبوزي فيه 16 كربون مم. كيقسموا على جوج كتولي جلوكوز وفريكتوز اكزاكتو. ياك. مم. اذا ملي كي وكاين عاوتاني كاين العسل اللي مغشوش ما فيهش السكروز، تيغشوه حتى في التركيبه. كيعطيو النحل كيعطيو السكر محول واو السكر انفيرتي. انفيرتي، كيديروا لانفيرتاز ولا كيديروا هذاك لاسيد سيتريك وناري كارثه. كيطبخوه يعني باش ان النحلات تاكل غير انا كان كاين احتمال بما كدير احتمالية. الزانيت كتطلع احتمال. آه. كتلقاو ثاني التحاليل ديال البولين حبوب اللقاح، يعني مم. الدغموس غدير التحاليل ديالو غتلقى فيه حبوب اللقاح ديال الدغموس، ما غتلقاش فيه ديال مم. مم. المهم واحد النسبه غتلقاها بعدا. مم. كاين عاوتاني الا مشيتي بعيد
كدير واحد التحليله ديال الكربون 4 لوريجين منين جايه. هذا يعني هذا شويه طالع هاد التحاليل ما كاينش في المغرب، كاينين في برا الالمان. نورمال. وهادشي كامل يلاه كتوصل 90%. و10% اللي ما بقات. كاينش كيفاش، لان الصين س- وصلوا كيصاوبوا هاد الشيء كامل اللي قلت لك انا، وصلوا كيصاوبوا. اوكي دابا يعني خالد. الصين طوروا المختبرات باش انه باش يدير لي انتاج ديال باش العسل. يقاولوا المختبرات. شاع. ما حد حتى كتطور هنا وما كيتطوروا لهيه. وهاد الصين كيعاني منه العالم كامل، العسل ديالو راه كيدخل المغرب وكيدخل، واه. وراه مصاوب مصنع. خالد، الا بغيت نولي نحال بحالك، واش تنصحني ولا لا؟ شوف، انا نحل بلا باسيون صعيب. واه هضرتي ك على لا باسيون، تيشيرت فيه لا باسيون. تشوز توز باسيون. تشوز باسيون. علاش لا باسيون مهمه؟ علاش الحب ديال المهنه مهم؟ الا كنتي باغي نحل على قبل الفلوس، انا كنقول لك من اقل المشاريع في الدخل ماديا. انا نقول لك علاش. لان باش تكون نحال وعندك فلوس محدود، لان هو كيبقى ميتي ارتيزانال. الا ما وقفتيش بيدك وخدمتي بيدك ومشيتي وضربتي التماره، ما يمكنش تكون في باترون نهائيا. ما مم. يمكنش تبارك ودير بيرو وكاتبات وتكون نحال. الا ولك كيفي كاين واحد بحال نقول لك انا مشيتي للبحر ودرتي القصبه، ما يمكنش تشري فلوكه ودير فيه باطو هويا. ولكن علاش نيوزيلندا نفترض اشتغلت على المانوكا وطورت المانوكا نعم. وعطاتو واحد القيمه كبيره، وليتي كتاخذ العسل في المانوكا ب 1700 درهم، في حين ان مغرب بلادنا نعم. فيها عسل الدغموس قوي جدا، فيها عسل الطلح قوي جدا، عسل الزعتره قوي جدا، وما واخدش القيمه ديالو. وبالعكس بلاصه ما نعطيو القيمه ونديروا ابحاث كيتغش. ونخدموا عليه، مم. جينا غشينا عسل غشينا. الدغموس وهرسنا هرسنا السمعه ديالو. فوالا. علاش ما نشتغلوش حتى حنا على عسل الدغموس ونخدموا عليه ونعطيو القيمه، واللي كتباع ب 1500 و2000 درهم وهذا هو للكيلو، الهدف ديالنا، حنا ما كرهناش. ويكون عسل ما كرهناش علاج. حنا هنا. واش هادشي ما يدخلش الفلوس؟ حنا هو غيدخل فلوس، يعني ولك انا قلت غيدخل فلوس وعلاجي. كنحال قلت لي سا ديبون شحال بغيتي انت تربح. واش مم. بغيتي تكون اون دافير كبير في النحل ما خداماش. مم. فهمتيني، مم. لان ميتي ارتي خصك توقف انت على التفاصيل الدقيقه. مم. ما يمكنش انت بارك وغتصيفط حتى النحاله الدغموس وتقول سيروا نجوا لي انا، سيروا ديروا لي. ما يمكنش، خصك حتى تكون بحال قلت لك انا قصبه. مم. الا بغيتي تنتج كثر غدير قصبه هنا وقصبه هنا وقصبه هنا وقصبه هنا في البحر، مم. وكتبقى كتشد هنا يعني وتجري دابا هنا. انت خالد عطيتك مثال حي. بهذا فهمتي. البيزنس اللي غادي فيه انت اللي ما كتعلفش، الا بغيتي نفترض تولي زعما كتربح مزيان، تولي عندك واحد القيمه مزيانه يعني كتدخل مزيان فلوس. انا دابا نفترض انا دابا حيدت الكاسكيت ديال التغذيه وحيدت الكاسكيت ديال الصحه، والمستهلك المغربي فوق راسنا وعيننا خصنا نعطيوه عسل ذو جوده عاليه. كيفاش انت دوز من انك دير واحد الانتاج ديال العسل زوين وتدخل الفلوس؟ شحال خصك من صندوق؟ واش خصك انتاج كبير؟ كما قلت شنو هي نسبيا، دابا استراتيجيه؟ انا كهذاك نسبيا فلوس. مم. واش شي دافير كبير بزاف راه ما يمكنش. واش على حسب القناعه. انا اختاريت النحل، عندي الهدف ديالي هو الابحاث وهوايه كنبغيها. واحد شي دافير عارفوا انا ليميتي. مم. حيت الا بغيت عاوتاني نبدا نكبر ونشد خدامه بزاف وندير، ما بقاش غادي في الاهداف اللي باغي نمشي لها. هي نقرا ونبحث ونطور النحل، وكندير التلقيح الاصطناعي ديال النحل، وباغي ندير واحد السلاله اللي كتصبر الجفاف الى غنخرج من الهوايه. انا بغيت نبقى في الهوايه. مم. انسان اخر باغي يدير واحد ليفور كبير وما كانتش هوايه، ما مم. يمكنش ديرو في النحل. واه. النحل ما عندكش هوايه ما يمكنش، لان مثلا انا كون ما كانتش عندي الهوايه، البليه. هاد ليفور البليه، هاد الجهد اللي كنديرو في النحل نديرو في ميدان اخر ونربح فلوس كثر. مم. وجربت، كان عندنا مشروع عائلي فوندري دو ميطو، ومشيت وفيه فلوس كثيره بزاف، ولكن لقيت راسي ديك لاباسيون ما كايناش، ولقيت راسي ديما كنرجع لحالي النحل. ما قدرتش. شكال. يعني لا باسيون هي الموتور ديال النحل. باش واحد عاوتاني يكون في النحل ما ماشي باسيوني صعيب. هو كتبقى نقول لك انا ميدان ديال النحل خاصو لا باسيون. صراحة خالد والله العظيم لا تبوريشة، صراحة حسيت بالتبوريشة دابا. علاش؟ لأن ملي كتكلم مع شي واحد كيبغي لو دومين كتبان ولكن علاش ما تفكرش في واحد القضية أنك تنتج واحد الجيل ديال مربي النحل اللي كيشاركوا معاك نفس الفايب، نفس الأفكار، أننا هذه من نحميو المشاريع اللي عندي ان النحلة. شاء الله. المشاريع اللي عندي اش كنقول دابا كاين النحاله كيكون عندنا صعوبه في التسويق. مم. مثلا التغموس ما قادرش نبيعو انا ب 800 درهم، ما يشري ما عندي حتى شي واحد، لان كاين حتى مشكل ديال التسويق. ما باش غيثيقوا فيه لان تفقدت الثقه. تفقد الثقة. باغي ان شاء الله نخدموا على واحد اللابيل ديال لابيل كيلصق في التيكيتا، اللي ملصقه في التيكيتا يعني هذاك العسل نتج بطرق اللي كتحترم الجوده. يعني واحد دفتر دفتر تحملات التحملات اللي هو قوي
اه ولا ان شاء الله تبعتيه راه ما يمكنش ما تكونش ما عندك يمكنش. جوده وحتى عاليه. الزبون ملي غيشوفو غادي يعرف ان داك العسل راه تابع هذاك التراسابيلتي ديالو، وغيكون اي واحد كيدخل فيه راه كيلتزم بالجوده، سينو راه تنزل عليه الاسعار ما يمكنش. انا كنشجعك اخالي تمشي في هذا المسار حيت هذا هو الطريقه الوحيده باش ترجع الثقه باش ترجع الثقه، للزبون ان شاء الله. وان شاء الله ترجع الثقه حتى بتوعيه المستهلك، بطبيعه الحال حتى انا ان المستهلك المغربي يفهم، يعرف ان العسل اللي كنحلو بزاف راه ما كيعنيش انه زوين، وبزاف ديال الحوايج. توصلت واحد عندي شي اصدقاء عندهم محلات تجاريه، مهم. كانوا كيجيو عندهم بعض التجار كيبيعوا لهم عسل هما ما عارفينش حيت ماشي نحاله، كيشري عسل بثقه، قلت لك الثقه خليتها 20% بقات 100%. مم. كيشري عسل كيقول لي عسل حر اخي راه عسل زوين هذا كيشريه كيبيعوا حتى هو الناس الثقه ياك. آه. اش كيوقع؟ سي ما عارفش النهار اللي تلاقيت بهم وليت كنوريهم، وريتهم كيفاش قضيه الحلاوه، مابقاوش كيشريو من عند داك الممول ديالهم، مم. ولاو كيتحراو الجوده. هذا هدف بالنسبه لي زوين. انا علاش الزبون دابا كنهضر مع الزبون كنقول ليه مابقاش تشريو العسل ديال العلف، كنحاول نوعيهم باش هذاك اللي كيعلف ما يبقاش يلقى مستهلك. مم. اذا اوبلي ماشي ما غاديش نضيعوه، ولكن اخالي ولكن راه دابا يدوز انا الحر. ديما نعم، كتبقى تقول لي هذا نعم، الشيء وكنفهمك، انا راه فاهمك، نعم، ولكن واش دابا مستهلك مغربي عنده اسره وبغى ياكل العسل، واش غيشري عسل ب 800 درهم الكيلو؟ نعطيه يستاهل، يستاهل حيت كيبقى دواء، دواء. الا بغى العسل ديال الماكله يصاوبو في الدار، حتى كيفاش يصابوا في الدار؟ يدير السكر يصاوبو في الدار، راه بحال ولكن كاينين انواع ديال العسل اللي اكثر ما امان. غاليينش. شنو هو العسل نفترض اللي تقدر تاكله بطريقه يوميه وبثمن مناسب نفترض؟ الا كان مثلا ان شاء الله العام ديال الخير كان الربيع يقدر يكون العسل ديال الربيع موجود ويكون الثمن ديالو 100 درهم مثلا يا نهار. ربي يا ربي يا ربي، حنا ان شاء الله نتمناو الخير. نتمنى الخير. ولكن الا ما كانش كان الجفاف وكتغنشري مع واحد ديال العلف واللي هو فيه لاميتراز موليكود لاميتراز الكوادر هذاك الاطارات حيت اللي كيغش كيدير السكر غتهمو ما يضيعش الاطارات باش كيستوكيهم كيديروا فيهم كفاينه ديال الفار. في اطار كيشد الميك في إط... الشهده اه الشهده ملي كيساليو منا كيديروا واحد الميكا وكيديروا فانيله ديال الفار فار كارثه فوستوكسين. كارثه يعني كارثه. اللي كيدير السكر وكيدير يداوي الحل بهذاك اميتراز راه غيدير هذه حتى هي ما يمكنش ما يديرهاش على التونيه ولا شنو هذيك؟ على التونيه آه. افوستين. يعني اذا كنفضل اي كارثه. واحد دابا كنقول لهم من هنا اي واحد بغى يعسل ديال الماكله يصاوبوا ديال الشباكيه ولا يدير كونفيتور. لا لا شوف، لا لا باسو بون باسو بون. بالنسبه انا لي شوف، انا ممكن باش ناخذ باش ممكن باش ناخذ عسل باش يعاونوا عسل ليمون، عسل ليمون ثمن مناسب. قلت لك اما حر اما حر. اما ماشي. انا قلت لك ماشي ما ديال عندكش العلف. ما عندكش سوا الزيرو سوا الواحد. ما كاينش حل لأن اجا خالد، نعم. تنهضروا على الغشان ودوك صحاب الخلطات الملكيه واللحسه الصحراويه والاستعمالات ديال انه باش يغلظ ما كنفهمش داك الشيء وباش صح. يدير طاقه ما وهذاك الشيء. نقدرش نقول لك انا اكتشفت ان من خلال واحد التحريات خفيفه وناقشت مع شي وحدين كيديروا الانتاج، تخيل معايا دوك الخلطات الملكيه مؤخرا واحد السيد صاب علاش؟ لانهم كيديروا فيه مركبات اللي هي غير كيماويه جيده. تخيل معايا انه لقاو ان في، ما نقولش الماركه، ولكن مهيج جنسي مهم. كيديروا الفايده كيدقوها ويديروا في العسل. كيدقوها في العسل، وتيقول لي ان هذا العسل غيعاونك على انك تكون عندك واحد الصحه جنسيه جيده يعني شنو هاد؟ كتدخل في الغش كتدخل في الغش وكتدخل لا، وما تدخلش في الغش، تدخل في السلامه الصحيه. ماشي الصلاحيه ديالي انا وماشي ما نقدرش نهضر فيها. كاين الناس المسؤولين في هذا الشيء. وي كاين الناس مسؤولين في هادشي، خصهم يراقبوا داك الشيء، ولكن واش ما كيبانلكش ان هادشي تاثر على لي فونت ديالك، على انك كتبيع انت بحال دابا داك البلان ديال العسل الفرنان اللي خرجات ان عسل الفرنان جيد للصحه الجنسيه، جيد لهذا جيد لهذا. نعم. واش بصح دابا هنا هاد الاشاعات وهاد الخرافات اللي خصنا نبينوهم. خلطه، انا ماشي ضد خلطه دير فيها عسل ودير فيها شويه ديال البولين، دير فيها شويه ديال السكينجبير مزيان جيده تقوي الى غير ذلك، ولكن باش تبدا تطحن لي المواد الكيميائيه وتبيعها لي كخلطه، دابا داك فهاد الشيء صعيب اصاحبي. الفرنان شنو اختاروه شي وحدين علاش؟ لان ما يقدروش يختاروا كاليبتوس، اختاروا واحد الاسم اللي هو نادر، عسل الفرنان كيكون في المنطقه ديال سي دي اف من الخصاص عيد با عمران. هو شدوا عسل كيف ما كان، شدوا ديال السكر دقوا فيه هذاك الفانيده اللي هي مهيجه وكيبيعوا كيقولوا عسل الفرنان. اما عسل الفرنان واش حقيقي عسل راه الفرنان؟ كاين ماشي ما كاينش، اما التاثير ديالو الناس كاع يجربوه عندي في الدار عادي زعما. عسل عادي كدغمو زوين مي طبيعي ما فيش التاثير بحال الصناعي. شوف، ما كاينش عسل سحري. كاينش عسل سحري، السلام عليكم. اي حاجه طبيعيه راه كتبقى طبيعيه. انا كنعرف انك بغيتي صحه جيده، عندك كل ثلاثه مزيان. ديال الحوايج، خصك تاكل مزيان وتريني مزيان وتكون عندك واحد مورال مزيان. الصحه نفسيه جيده.
يعني عباده، وتكون عندك واحد الصحه نفسيه جيده، يعني مورال مزيان، كتنعس مزيان، كتاكل مزيان، كتريني مزيان، انتاج هرموني جيد، ما يكونش عندك خلل هرموني، غتكون عندك صحه جنسيه صحه جسديه الى غير ذلك. او ثاني نفترض داك اللحسه الصحراويه تيديروا العسل وكيزيدوا فيه لي كورتيكويد باش يتنفخوا العيالات وداك الشيء، يعني كوارث طبيعيه. انا بالنسبه لي زعما بغيت الراي ديالك في هذه النقطه، كان الراي ديالك واضح. جو بونس خالد غنعطيك الكلمه دابا، ولكن قبل ما نعطيك الكلمه نعطيك واحد الطاقيه سحريه مرحبا. اللي غديرها في راسك، وغتقول لي نصيحه للمستهلك المغربي، شي نحال بغى يبدا شنو خصو يدير، والمستهلك المغربي شنو الميساج ولا الرساله اللي توصل ليه. مرحبا. بقى معايا. ها هي الطاقيه غنديروها هنا. شماليه ولا تقول الحقيقه، وتقول انا عرفت قلتي الحقيقه الحلقه كامله، ولكن زعما بغيتك دابا تعطيني من القلب. من القلب؟ كنوجه رساله لمربي النحل. اي واحد مقبل على مشروع ديال تربيه النحل، اول حاجه خصو يديرها هي يتفورما مزيان. يعني فورماسيون ملي غيتعلم فورماسيون مزيان غيقدر تكون سلسله الانتاج ديالو صحيحه، ويكون الهدف ديالو عن حب، لان هذا الميدان صعيب شويه بزاف، وتكون عندك بان مسؤوليه، لان الزبون راه اي حاجه الا كرش ديال بنادم. يعني الانسان كتعطيه شي حاجه ياكلها خص تكون بحال كتعطي لولادك بحال كتعطي لراسك، وتكون تكنيكمون تكون مزيان، لان التكنيكمون مزيان هي كتخليك امتى تعرف امتى مثلا تتعامل مع النحله، واش تعلفها ما تعلفهاش، كيفاش ديها، كيفاش تنقي الصندوق. كتكون بروفيسيونيل باش كتقدر تكون واحد المنتوج هو مزيان مستهلك. مستهلك. وما كاينش العسل بوحدو، راه دابا المغرب واحد الوقت راه ما كانش كينتج بروبوليس، ما كنا النحاله ما كنتجوش مني انا وجبد. يعني ولينا الحمد لله كنتجو بروبوليس، حبوب اللقاح، غذاء ملكي حاليا ما كاينش كينتجو في المغرب. يعني كاين منتج غذاء ملكي تعلموا، وانتج غذاء ملكي اللي هو بالثمن تبيعو باش ما بغيتي. الا كان العسل مثلا قليله واحد النبته انتج، كاين سم النحل تا هو. النحل راه كيقرص، عندنا نحل شرس قبيح. يعني ممكن تنتج سم النحل اللي هو الثمن ديالو باهظ جدا. مهم. يقدر واحد النحال يتخصص في سم النحل. والنصيحه ديالك للمستهلك المغربي؟ المستهلك المغربي هو حاولوا تكون تبحثوا على المعلومة الصحيحة، مثلًا باش تعاونوا النحال ما يبقاش يحتاج مثلًا يسخّن العسل، واللي تبحثوا على كيفاش يعرف عسل حُر والّا لا. يعني حاولوا باش ما تخليوش النحال أوبليجي يسخّن ولا أوبليجي، وما تبقاش تشريو عسل ديال العلف. يعني أنا هاد القضية ديال أي عسل بالكم حلو بزاف ما تشريوش، لأنكم كتمولوا غشاش. هذاك الغشاش كيعاود يكبر، كيسمن فهمتيني، كيوليو وحدين أخرين. شوف راه كاين نحالة اللي تلاقيت بهم كينتج 50 كيلو ديال العسل، مثلًا 100 صندوق، آه. كيقول لي صاحبو انتج طون في مم. 100 صندوق، مم. كيقول لي اخويا انا العام الجاي غنعلف، ما واه. مسلكنيش حر. مم. كيقول لك كنمشي عند الزبون كيقول لك لي كاليتوس 5000 ريال، يقول لي حتى بزاف راه 100 درهم. مسؤوليه 100 درهم. كبيره، مسؤوليه كبيره. اذا ملي كتشري مع هذاك 100 درهم وما مم. كتشريش مع هذاك 250 درهم، مم. واخا انا ما كنلوم حتى النحال، كنقول الا ما لقيتيش الشاري ماشي تمشي تغش، بدل الحرفه. ساهل. علاش انت ضروري بغيت تبقى في هذاك النحال وتبقى علاش قلت كنرجعوا لا باسيون؟ مم. لانك كون كان باسيوني وكندير اي واحد كيدير شي حاجه عن حب غيلقى فيها الصعوبه، اما غيبقى مع تينجحها. ما كانتش باسيون ما غيديرش هو النحل، غيدير حاجه اخرى. جميل. كانت باسيون غيبقى كيما يتقاتل وتيوصل يصبر. راه واحد الوقت انا العسل كنتج عسل كيخلعني كنعمرها 50 كيلو كنلمن بها، يا ولكن سلام. الحمد لله دابا ولينا كنقلبوا العسل ولينا ما كنلقاوش من بيعو فهمتي. دابا الناس كيسولوك لواحد النكته باش نساليو. واحد النهار سميتو تيعيطوا دي كليون خالد، قال لي خويا بغيت كيلو، قال لي لا انا نعطيك 250 غرام. بحال خروب رابعه ما دابا فهمتش تخيل معايا واحد السيد كيبيع، ولكن ما قدرش يعطي الكميه كامله للانسان واحد، قال لك خص كل شيء يستافد من داك النحل. السبب. خالد شكرا بزاف، اول شكرا حلقه لك ستة. في بودكاست عادي، كان لي الشرف كبير انك تكون معايا، ديما كنستافد منك، ومازال ان شاء الله نعاود نرجعوك ان شاء الله في شي حلقه صافي واحده اخرى ايضا اخويا ونهضروا على صافي شي موضوع واحد اخر. ان شاء الله اخويا. خالد انسان يحب النحله، يتنفس العسل، رجل يعني شنشوف فيه لا باسيون، تعلمت منه بزاف. تبارك الله عليك اخويا، كان لي شرف تكون معايا في هذه الله يبارك الحلقه. فيك. بارك فيك. ان شاء الله نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، تفاعلوا معنا في التعاليق، سولونا، بارطاجيو لينا هذا الفيديو مع الناس. نتمنى حنا تكونوا مستعدين المعلومه نعطيوها.
ونتمنوا نكونوا معلومة حنا المهم ما بقاش تشريو العلف. ونتمنوا نكونوا خفاف عليكم. ايوا هادشي اللي كاين، وختامها فوادي. نطفاو الشمعة. اك يعاون ربي. تبارك الله عليك هادشي سي ديني. جا اجي نعم.